وفي نفس الوقت غضاريف، مفاصل، اربطه، اوتار. معلوماتنا النهارده معلومات مهمه جدا جدا جدا، وهي زي ما انت قلت كده نهايه الدعامه، نهايه الجهاز الهيكلي. بنتكلم فيها يا ريس النهارده على 4 موضوعات: غضاريف، مفاصل، اربطه، اوتار. هي امي لما بتطلع معانا في الكورنيش بتمشي كده ليه وعلى مهلها ليه؟ اهلا عم شاكش. صباح الخير عليك يا عارف. اول حاجه معانا خالص هي الغضاريف، الجراجيش. والله ما حد واكل حته يا فين اهي، محدش واكل حته الكرشه دي غيرك. لو جبت اي فرخه نيه وشفتها كده تحت الغضروف تلاقي العظم لونه احمر، ولما العظمه تستوي تلاقي لونها بقى اسود. الحديد اللي في الدم اكسد. نيجي بقى للمفصل الثالث وهو المفصل الزلالي، وده ممكن نعمل له مخطط هنا، عظمه وعظمه، ما بينهم ايه بقى؟ هتلاقي ان طرف العظمه هنا مكسي بطبقه غضروفيه شفافه ملساء. دي تفرق ايه عن الغضروف؟ لا غضروف كبير. طب وفي النص بقى ايه بقى اللي بيبقى موجود في النص ده يا دكتور؟ ايه، سيتوبلازم؟ لا طبعا، ده اسمه ايه ده بقى؟ سائل زلالي مصلي. المفصل ده هو معظم مفاصل جسم الانسان، اغلبيه مفاصلنا من النوع دوت. حلو. طبقه غضروفيه شفافه ملساء من هنا وطبقه غضروفيه شفافه ملساء من هنا. ليه؟ عشان يبقى في اقل احتكاك. السائل ده بقى واحد زيه هنا. ليه؟ ليسهل من زفلطه العظام، ليسهل من انزلاق العظام، فتلاقي العظام دي المفاصل دي مرنه براحتك يا باشا، اتحرك ما بتزيقش. وفي نفس الوقت تروح البيت تقول لهم افتح 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 بكوعك، حتى بركبتك تروح زائق الباب. يلا بقى. لكن مصيبه لو عملت كده بدماغك. نتقابل على خير في الحصص اللي جايه. اشوفكم يا رب يا رب دايما متفوقين ورافعين راسنا دايما. باي باي، سلام.